السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة توفير طبعا. زي ما انتم شايفين كده القطايف بقت غالية بره. انا الكمية دي كلها عملتها بكوبايتين دقيق. بصوا كمية كبيرة ما شاء الله، وعملتها صغيرة وحلوة. هنقول بقى المقادير مع بعض ونعملها سوا. زي ما انتم شايفين كده دي كوبايتين، انا عندي كده كوبايتين دقيق. هبتدي احطهم في الخلاط زي ما انتم شايفين، وهحط كمان 3 كوبايات من المية. كوبايتين المية تختلف صغيرة، ماشي؟ يعني هي صغيرة شوية عن الكوبايتين الدقيق اللي انا حطيتها. لو هتحطي الكوبايتين الدقيق زي بعض يبقى هتحطي كوبايتين مية. وهحط كيس خميرة، وطبعا هنا معلقة ملح ومعلقة سكر صغيرة. حطيت كله مع بعض، والخميرة نزلتها كمان. هبتدي بقى اضربها في الخلاط كويس جدا عشان ما يبقاش فيها كتل كده. طبعا لو حابة بقى تصفيها في مصفى كده صغيرة عشان ما يبقاش فيها اي حاجة، وتتأكدي ان ما فيهاش اي حاجة بتصفيها. لو لقيتيها كده مش ما فيهاش اي كلاكيع ولا اي حاجة، خلاص تمام كده. هغطي الشفشق، وبعد كده اسيبها شوية تستريح كده وتخمر. زي ما انتم شايفين كده بعد ما سبتها، بصوا عاملة ازاي ما شاء الله. انا سبتها في الشفشق بحيث ان ايه، ان انا هصبها زي ما انتم شايفين كده بتبقى سهلة ليا. العلبة بتاعت الكاتشب فدي بعمل بيها، يعني دي حلوة جدا ما شاء الله. هبتدي بقى اعملها، اسويها على النار. ما شاء الله عملت لي كمية حلوة زي ما قلت لكم. طبعا بتطلعيها بعد ما بتستوي خالص، بتطلعيها عشان ما تلزقش في بعض على فوطة حطها على الرخامة. بس انا بقى رودينا كانت ايه، بتاخدها مني وبتحشيها على طول. طبعا بتحشيها باي حشوة ان انت حباها. انا حشيتها المكسرات. زودت طبعا جوز الهند كتير وعين جمل، وحطيت بندق وكمان زبيب. بس انا ما لحقتش ان انا اصور كده عشان انا كنت مستعجله ان انا اسوي القطايف كلها عشان كانت كميه كبيره ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بعد ما استوت، بصوا وخلصتها كلها. طبعا ابني بيحبها كده، ما بيحبهاش محشيه، فانا بحب اعملها له كده. وممكن تحطي عليها نوتيلا. انا عملتها السنه اللي فاتت كانت نوتيلا بقى، بس دلوقتي بقى الحاجات بقت غاليه. زي ما انتم شايفين كده دي بعد ما رودينا حشيتها. هبتدي اقليها. ممكن تحطي فيها قشطه، وممكن تحطي فيها نوتيلا زي ما انت حابه اللي انا عاملاها دي. بس هو بيحبها يعني كده. انا قلت بقى هعملها له كده وخلاص زي ما هو حاببها. بصوا الكميه ما شاء الله، الكميه كانت حلوه جدا. طبعا الشويه دول بحطهم بقى في طبق. الفل الصغير ده اللي احنا بنحطه في الفريزر وبنشيله في اي يوم بطلعه بعمله، بتبقى اكنك لسه عاملاها دلوقتي وتبقى صبحه. دلوقتي بقى هسقيها بقى من الشربات بتاعها بيبقى تقيل شويه. والله كانت تحفه تحفه بجد، وطعمها هش كده وجميله جدا. بتمنى تجربوها بصراحه. حاجه البيت بيبقى فيها بركه، وبيبقى كمان توفير. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.